السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي. وكما العاده غدرت عليكم شويه، مع عارفين البنات رمضان وتماره، والله والو كيبقى لكش الوقت باش تصوري. واليوم بالمناسبه هذا راه صورت لكم نهار الجمعه، الصراحه ما عرفتش وقتاش غادي نمونطيه، وقتاش غادي نحطوه. مي الفيديو ديال نهار الجمعه بديت معكم باللقطات ديال المائده اللي حضرت. غادي يكون فيديو مختلف ومتنوع ان شاء الله، وفيه بزاف ديال الوصفات وطبيله يعني كامله مكموله كما كنقولوا، شي حاجه اللي مختلفه ومغايره. وغادي ندخل لكم نيشان. المهم انا بديت معكم هنا غير بعض اللقطات، وغادي ندخلوا اختي في المعقول. واول حاجه البنات حضرتها هي هاد الكيش، راه بلا لاباط بلا حتى شي حاجه، زوينين بالخضره، كيجيو غزالين غزالين. غنخليكم الانستغرام ديالي غادي تلقاو الوصفه عليه من الاول، من الال زيت كما تنقولوا، من الاول حتى التالي. واللي بغى شي حاجه ملي خليها لي في التعاليق وانا نشاركها معكم. وهنا البنات من بعد ما درت لي كيش في الفران يدخلوا يتحمروا، كنت هنايا سلقه دجاج هكا غير الفخيدات والجنيوحات. كنت سلقتهم قبل ما ندير الكيش، سلقتهم غير في الماء وشويه المنسمات، وراق الداموسه، ديك البسيبيسه، القرنفل، سميتو الزعيطران، المهم الاعشاب. انا المهم كدير اللي بغيت، هكا دروس ديال الثومه، قطيره د الزيت، شويه د الخرقوم، شويه د البزار، شويه ديال المليحه، شويه ديال سكينجبير. نتوما عارفين سكينجبير كيجي بزاف مع الدجاج، عفوا كيجي بزاف كيعطيه واحد الاخر. المهم البنات صافي، ومن بعد غادي نصفيهم، غادي نحمرهم في البيض ولا شابلوغ. وهنايا كنت عجنت البنات العجينه هاد النهار هذا، جربت هاد العجينه الصراحه عجنتها غير بالفينو بوحدها. غادي ندير منها مخيم البطيبطات صغيورين هكا معمرين، وغادي ندير بها البيتزا. عرفتوا البنات العجينه؟ عرفتوا شحال غزاله غزاله؟ يعني درتها غير في الماكينه تتعجنات، وغادي دابا نطلقها، قسمتها هنا على جوج. وغادي خديت كاس بنفس العبار، هادي نقطع منهم دابا. في الاول غنقطع البطيبيطات هكا باش نخليهم يزيدوا يرتاحوا غير واحد 10 دقائق، غنديرهم في اللاطا ولا فين غادي نحطهم، وغادي نخليهم يخمروا شويه واحد 10 دقائق قبل ما نكمل العجينه اللي عندي كلها. وغادي ندوز نبقى نطيب البطيبيطات. وديك الجزء الثاني غادي ندير منه بيتزات، غادي تشوفوا معايا حتى هي غادي دير بنفس الطريقه. صراحه هكا حتى كنكمل العجينه اللي عندي كلها. والله البنات واحد العجينه غير الفينو بوحدو. هاد الفينو هذا صراحه جربته شحال من المرات، بزاف د الحويجات. الفينو هذا ديال الكنز اللي ولا دابا بزاف، المهم راه كاع بالنسبه هنا في اوروبا، كنت كنظن حتى في المغرب. المهم انا هنايا كناخذو من البازار اللي حدايا. وهنا كما كتشوفوا طلقت العجينه الثانيه، غادي نطلقها حتى هي بنفس الطريقه ديال البطبوط، حتى هي تقريبا. المهم تحاولوا ما تخليوش غير غليظه بزاف باش تجيكم هكا لاباط ديال البيتزا ولا ديال هادو المخمرات، راه كاع بحال بحال كيجيو زوينين وكيجيو فنين. والله البنات جربتها وجربتها الصراحه، الفينو بوحدو شي حاجه واعره، واعره العجينه لا المسمن ولا لهاد المملحات كاملين. عرفتي كتجي الورقه ديالو غزاله ولا العجينه ديالو. المهم بالنسبه للبيتزا البنات انا كنتقبها هكا بالفرشيط، قبل ما نشكلها باش تجيني سهله، لان باش بقيت تقطع تكي كل وحده كل بيتزا صغيره بوحدها كتعذب هكا، راه كتجي في خطره باش صافي كنبقى نقطع بالقطعه ولا بهذا الكاس، وكيجيني صافي ساهل. كانت هي الصفه اللاطه اللي غندخلها الفران. انا هنايا في التالي غادي نجمع ديك الزياده اللي بقات لي، حتى هي ما غاديش نرميها ولا غنضيعها، حتى هي غادي نولي نطلقها مره واحده اخرى بنفس الطريقه. وغادي نشكل منها اللي غنشكل ونزيد البيتزا، ونشوف البطبوط. لا جاني هذا بزاف على هذا، المهم انا غنحاول ندير. ومن بعد البنات بالنسبه للبيتزا غادي ندهنها غير بالصلصه ديال الطوماطي فريتو. المهم مطيشه ديال مطيشه، هاد المطيشه هادي راه طايبه البنات، الصلصه ديال مطيشه هادي اللي طايبه. صافي غادي ندهنها هكا شويه من الفوق، وغادي نخشيها الفران، ندخلها غادي تحمر غير نص طيبه، ونخرجها عاد غادي نعمرها. وهنا راني دزت نطيب اختي البطيبيطات. عرفتوا البنات؟ شوفوا كيفاش كيتنفخ، والله البنات الا غزال. عرفتي الا جربتوا هاد العجينه، راه درت غير الفينو بوحدو مع الخميره ديال الخبز، ومعلقه ديال السكر وشويه ديال المليحه والخميره ديال الخبز، صافي ما فيها حتى شي زياده، ما فيها حتى شي حاجه. وكيجي البطبوط غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يجي، كيجي مفشفش وكيجي غزال غزال. شوف والله البنات لا الشكل ديالو لا الداخل ديالو كيفاش داير، واعر غزال. وحتى البيتزا راه لا ميم شوز كما تيقولوا، راه بحال بحال حتى البيتزا ها نتوما تشوفوا كيفاش جات لاباط ديالها كتجي غزاله. وهنا بالنسبه للبيتزا صافي من بعد ما طيبتها غير نص طيبه كي قلت لكم، دابا هنا غادي ندوز نعمرها. في الاول غادي نوضع الكيسو هكا، الكيسو
كلهم حتى نعمرهم بالكيسو. عاد غادي ندوز للحشوه. بالنسبه للحشوه المهم كديروا اللي عندكم في الدار اللي متوفر. انا هنا كنت قليت واحد شويه، غير ديتها شحرتها هكا بصيله وفلفله، كانت عندي غير الفلفله الصراحه الخضراء، وديتها وجبتها في المقله مع البصيله هكا مشلضه وصافي. وغادي ندير الطون، الاغلبيه ندير الطون لحقاش الدراري ما كيبغيوش الخضره غادي ندير. ولكن انا هنا في هذا النهار هذا تعمدت اني ندير لهم حتى ديال الفلفله والبصله باش ياكلوا شويه كلشي. صافي البنات غادي نعمر التعميره ديالي. اختكم راه كدير بيديها، حقاش غير ليا وليداتي عارفه يدي اختي نقيه. كاين اللي غادي يعلق وكيجيو التعاليق ولا اختي وديري وكديري بيديك ولا ديري بالمعلقه ودير اختي. انا كندير بيدي، كيعجبني ندير بيدي، كيريحني ندير بيدي كنعرف القياس وكنتحكم في الحاجه اللي انا باغا نديرها. وصافي البنات هنايا صافي ضفت لهم كاملين الطون مع الكيسو. ودابا غادي نضيف البصيله والفلفله كما قلت لكم. كيبقى اختياريه، يعني الاضافات اللي بغيتو ديروا تقدروا ديروهم. المهم انا هنايا هادشي اللي كياكلوا لي هادشي اللي درت. يعني كل واحد غيشوف وليداتو شنو اللي كيعجبو في البيتزا ويديرهم. كاين اللي كيديرها غير الكيسو، انا وحده منهم كتعجبني غير ديال هكا الكيسو، الموزاريلا والكيسو الاخر. المهم الكيسوات 4 الكيسوات كيقولوها هنا بعدا ديال كواترو كيسوس. مهم. ولكن دابا برمضان كنبغيو ننوعوا شويه وصافي. المهم غادي نضيف هكا كما قلت لكم الكيسو، ومن بعد غادي نزينها بواحد الزويطه في الكحل ولا وندير عليها الزعتره. المهم الزعتر كيعطيها واحد النسمه اللي غزاله، كتجي من السما. كتعجبني انا بالزعتر، ديك النسيمه ديال الزعتر مع البيتزا مع اختي الكيسو ديك الشيء. ايوا هادشي اللي كان الغزالات. غادي نكمل معكم هاد اللاطه هادي وغادي نضيف لها كما قلت لكم غا زعتره وزبيطات، وغتشوفوا الشكل النهائي ديالها. راه كتجي فنه البنات والله. غير جربوا العجينه البنات غير بالفينو وغادي تردوا عليا وتشوفوا الطريقه واش غادي تجيكم افضل ملي كنضيفوا الفرص. صراحه هذا الفينو هذا اللي ولا صراحه غزال صراحه. عجبني بزاف. ما كتحتاجيش تزيدي معاه عاد شي حاجه ولا شي اضافه ولا فورس ولا بالاخص هنايا ما كاين زعما شي طحين لي زوين. ايوا هادشي اللي كان طولت عليكم الهضره. المهم هنا دازت اختي نحمر الفخيدات ديالي كما قلت لكم، راه درتهم غير في لا شابلوغ والبيض. المهم كنختصر لكم البنات باش ما يجيش الفيديو طويل. هنا عرفتوا واحد التقرميشه اللي جات غادي تسمعوها في لا فيديو. راني تعمدت نخلي لكم واحد الجزء باش تسمعوا التقرميشه ديالو. والله البنات الا واعر كيجي بحال ديال الزنقه محمر، كيحماقوا عليه الوليدات. وصافي اختي هذا هما التحضيرات ديالي. هنايا دازت اختي نحضر معكم الفلان غادي تلقاوه حتى هو الوصفه في الانستغرام او لا غادي نحضر معكم ان شاء الله في الفيديو. المهم نتوما خليو لي التعاليق الا بغيتو نشارك معكم شي حاجه من الزيت كما تنقولوا في الفيديو في اليوتيوب. المهم البنات اللي بغاو يدخلوا عندي الانستغرام غنخلي لهم الانستغرام ديالي هنايا. كنشارك فيه بزاف ديال الوصفات اللي كيجيوني ساهلين، اللي كنعجز ولا ما كيقدنيش الوقت هكا باش نديرهم في اليوتيوب. غتلقاو الوصفه اللي راني درتها هنا غتلقاوها محطوطه في الانستغرام ان شاء الله. وصافي البنات هاد هاد فلان هذا البنات راه غزال وصحي بزاف لهاد الشهر هذا الكريم. او صافي ودزنا يا اختي الاحسن حاجه كتعجبني في هذا الشهر رمضان يا ربي هي الطبيله ديالي. هنا الطبيله راني كنت موجداها قبل البنات ما ندخل الكوزينه. اول حاجه ملي كنبغي نصور ولا نبغي ندير الطبيله نحط ولا شي حاجه راه كنحضر الطبيله هي الاولى باش كنعرف شنو غادي ندير وشنو غادي نمشي عليه وشنو غادي نصاوب. هنا المهم الطبيله كي كتشوفوا عرفتوا البنات هاد السوبيره هذه عندها اكثر من 13 عام وهي عندي. واليوم قلت علاش لي ما نشاركهاش بهاد الطريقه هذه. زدت عليها طبيصلات وعجبتني نتوما. المهم خليو لي الراي ديالكم كي جاتكم البنات. ما عرفت تبارك الله هادشي القديم ديال المغرب وهادشي ديال الطبس الحور وداك الشيء عرفتوا ولا موضه. هاد السوبر هذه كانت جات الاخ ديالي في العرس ديالو وديتها له واليوم عرفتوا تفكرتها وبقيت نقلب كنقول واش نكون لحتها واش كون نازله ولقيتها مخبيه اختي في بيت الربل. ايوا هذا الشيء اللي كان. المهم كنعاود لكم قصه حياتي كي قالوا القصه وما فيها. وصافي البنات المهم تتقولوا لي الطبيله كي جاتكم. بغيت نتعمدت اليوم نحط طبيله مغربيه بما اننا في شهر الكريم. الله يدخلوا. المهم الله يكملوا بخير وعلى خير على الامه الاسلاميه. وهذا الشيء اللي كان الغزالات وهذا المنيد هذا والسريبيدات. المهم درت لكم اختي حطه مغربيه. قلت خلي لي هاد النهار ما ندخلش شي حاجه اللي برا
من المغرب، خلّينا اختي في المغربي الأصيل، والصراحة ما كاينش بحال الحويجات ديال المغرب. بالنسبة للفوانيس اللي غيسول عليهم راه الفيديو حاطاه لكم لاباج اللي كنت خديتها منها، خديتهم منهم غزالين عجبوني الصراحة كيكملوا اللمسة المغربية. وهذه هي الشكل النهائي ديال الطبيلة ديالي المغربية كما قلت لكم. ومن بعد غادي ندوز اختي نيشان اختي للتقديم لحقاش راه قريبة المغرب، وغادي نشارك معكم لقطات وانا كنحط الفطور ديال هذا النهير هذا المبارك. وقلت المهم ندوزو معايا واحد النهير في شهر رمضان. ما كنقدرش الصراحه نصور بزاف ديال لي فيديوهات هكا نعاونكم نحط لكم. المهم هنايا كنت درت هاد الميني بطبوطات، وهنا البنات هاد الكيش هذا عاوتاني كيجي غزال كما شفتوا معايا في اللقطات. المهم هذا هو التقديم ديالو. أنا راني كيسحابني شي لقطات صورتهم كنلقى شي حاجة ما تصوراتش. راكم عارفين فاش كتوصل للمغرب صافي الزربة الفتنة، ما كتبقاي عارفة لا شنو صورتي لا شنو حطيتي لا شنو درتي لا شنو ما درتيش. حاولت نشارك معكم هاد اللقطات السريعة، وأنا صافي ما بقى للمغرب إن شاء الله والو. وهذا الشيء اللي كان هنايا المهم العصير بعض الحويجات. المهم هذا الشيء اختي اللي كان في هذا النهار هذا الكريم. قلت علاش لي ما نشاركش معكم واحد النهار في رمضان، الا قدرت مازال نزيد لكم شي فيديو اخر ان شاء الله هكا ديال التحضيرات الرمضانيه. وقبلوا عليا وهذا اللي وجد هاد اليوم. وكنتمنى لكم رمضان كريم، والله يقدرنا على طاعته يا ربي، وتوقف معنا هاد الشهير هذا حتى يكمل على خير وبخير. وغادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم وبسلامة عليكم، ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله، وبصحة فطوركم. السلام عليكم.